السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبأحسن حال. في الاول كده عايزه اشكر وارحب بكل الناس الجميله اللي بتدخل عندي القناه جديد، وتعليقات كل زي السكر اللي بتشجعني. ما تنسوش بس تحطوا له كده لايك، عشان انتوا بتكتبوا تعليقات حلوه قوي وتقريبا بتنسوا تحطوا لايك، فشجعوني كده باللايك عشان اعمل لكم فيديوهات حلوه ان شاء الله. النهارده بقى حبيت كده ابدا معاكم يومي، واحلى يوم في حياتي اليوم اللي بيكون فيه مثلا عندي اكل من قبليها بيوم. بعد ما فطرت عملت كده فنجان قهوه حلو، وخلصت كده كام حاجه في البيت، بس الصراحه ما عرفتش ان انا اصورها. وكان عندي بقى اكل قبليها بيوم، سخنت الاكل. طبعا انا الاكل ده كنت عاملاه معاكم، بس الرز الحاجه الوحيده اللي انا ما ينفعش اخليها تبات عندي بعملها اليوم بيومه. يعني مثلا بعمل على قد الكميه اللي هناكلها، حتى لو كانت قليله شويه مش مهم، بس ما يتبقاش لتاني يوم، لان انا بحب الرز يبقى طازه. طبعا انتوا كنتوا معايا لما كنت بعمل الاكل ده قبليها بيوم، كنت عامله الرز ما كانش عندي شعريه، كنت عاملاه بلسان العصفور لو تفتكروا. انما الخضار ممكن يبات عادي، لسان العصفور تبات عادي، مع اني بفضلها تكون طازه، بس لو باتت مش مشكله. انما الرز هو الحاجه الوحيده اللي مش بحب انها تبات ابدا. فكان عندي كده من قبليها بيوم خضار كوسه ولسان عصفور زي ما انتوا شفتوا. وانا قلت لكم ان انا بشيل الشوربه اول ما بعمل اكل، بشيل الشوربه في الفريزر وبطلع منها بعمل بيها اي حاجه. خلصت بقى الغدا بتاعي وكنت نازله مول عجم ستور، عايزه اعمل لكم فيه جوله في الملاهي اللي هناك، لان كان حد طلب مني. كان بيسالني اصلا في ملاهي في مول عجم ستار ولا لا. فانا حبيت كده اروح اعمل لكم جوله فيها. الملاهي هناك موجوده في الدور الثالث، الدور الاخير. تمام. للي مش عارف، مول العجم ستار ده موجود في العجمي في البطوش، تمام كده. عايزه اقول لكم ان انا كمان عملت لكم جوله في المول نفسه، بس هنزل لكم ان شاء الله الفيديو الجاي عشان الفيديو مبقاش طويل عليكم. انا زي ما قلت لكم ان انا بحب انزل لكم فيديوهات قصيره عشان ما تزهقوش كده وتملوا من طول الفيديو. اليوم ده بقى كانت الملاهي فاضية خالص، يعني تكاد تكون ممكن فيها مثلا طفل او اتنين في كل لعبة. بس هي بصراحة لذيذة في حاجات وحاجات لأ. اولا هي حلوة، ليه حلوة؟ لان هي بتكون مش زحمة، مش فيها تكدس كده زي ملاهي تانية، وبتبقى فيه بقى زحمة على الادوار والكلام ده كله، وزي ما انتوا شايفين تحس ان انا ماشية لوحدي اصلا. بس عايزة اقول ان ده ممكن يكون عشان احنا في دراسة وفي نص الاسبوع كمان. معرفش بقى، هي في وقت الاجازة اكيد بتكون زحمة عن كده. فاللي عايز يروح الملاهي مثلا ويتبسط، او طفله كده يلعب براحته، يروح في نص الاسبوع. يعني انا كنت رايحه في نص الاسبوع، فبصراحه كانت فاضيه خالص. وطبعا الناس كلها مشغوله في الدروس والمدارس والمذاكره وكده. فلو حد عايز يخطف مثلا يوم كده يفسح اطفاله، يروح في نص الاسبوع. زي ما انتوا شفتوا العربيات اللي هي كانت على جنب وانا داخله كده، اللي هي هناك دي على الشمال. دي الطفل بيركب فيها، واللي هو بيبقى قاعد مكانه عادي، مش بيتحرك في المكان. بس بتتحرك هي بيه العربيه، هو بيسوق كده وهي بتتحرك في مكانها. والبتاع اللي هي بتلف، اللي هي حصان دي بتلف. واللعبه اللي هي عامله زي البلياردو دي برضو، اهي اللي بقول لكم عليها. وفي كمان السيارات المتصادمه، عارفينها اللي هي بتمشي بالكهرباء دي، برضو بتبقى حلوه قوي. الاسعار بقى هناك، يعني مثلا السيارات المتصادمه الاربع دقايق ب25 جنيه. 4 دقايق، انتوا متخيلين؟ حتى مش مثلا 5 دقايق، لا هم ظابطين كل لعبه على 4 دقايق. حتى سالت البنت اللي هناك قالت لي كل الالعاب مظبوطه اوتوماتيك على 4 دقايق. والاسعار بتبقى 20 25 زي ما انتوا شايفين، هو بوريها لكم. وفي ب15، يعني كله على حسب اللعبة نفسها. بس كل الألعاب اللي هي بتبقى مظبوطة بالكهرباء على 4 دقايق بس. تمام. في كمان اللي هي المكان اللي بيكون فيه كور الأطفال الصغيرة، اللي بتكون كور كده وفيها مثلا ترامبولين اللي بينطوا عليه، أو اللي بيتزحلقوا كده ينزلوا في الكور. ده المكان ده هوريه لكم دلوقتي. المكان فيه الربع ساعة ب25 جنيه برضو. فانا شايفه ده مناسب، يعني لو ربع ساعه ب 25 جنيه، لو معاك طفل صغير بيحب يتزحلق مثلا في الزحليقه وينزل ينط على الكور وينط في الترامبولين والكلام ده، هيتبسط. انما الحاجات التانية اللي هي بالكهرباء، حاسه ان هي وقتها قليل قوي على 25 جنيه، ان 4 دقايق ب 25 جنيه لا. في مكان تاني هيبقى اكتر من كده، يعني مثلا في الملاهي اللي بره، في ملاهي اللي هي في ابو يوسف، اكيد طبعا عارفينها، بتبقى تقريبا ال5 دقايق ب15 جنيه او ب20. فتقريبا كان السعر كده، فتمام يعني. بس برضو عايزه اقول لكم ان الالعاب هناك جديده، يعني مش حاجات مستهلكه قوي، مش زي الملاهي اللي هي موجوده مثلا في ابو يوسف او الموجوده عند بنزينه السلام. الملاهي دي تحس ان هي مهلوكه قوي قوي قوي، الالعاب فيها مهلوكه. انما اللي في مول عجم ستار لا، الحاجات كلها جديده. فالحاجه الوحيده اللي عجبتني هو المكان ده، اللي هو فيه ربع ساعه ب 25 جنيه. المكان انتوا شايفينه دوت للترامبولين ده والتاني والكور والزحليقه كل الكلام ده. الطفل بيخش جوه ب 25 جنيه ربع ساعه، وكمان ممكن توصل تلت ساعة لو الدنيا ايه فاضية. بس كده الفيديو بتاعي خلص النهاردة، يا رب يكون عجبكم واتبسطتوا معايا والجولة عجبتكم. استنوني بقى الفيديو الجاي، ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتعليق كده حلو زيكم. مع ألف سلامة حبايب قلبي، في حفظ الله.